الألبوم أنا بالنسبة لي هو بصمة أكيد. داليا مبارك تحتفل بألبومها وتعلق على خلافة مع عايض يوسف. كل الاحترام والتقدير لهم أخواني. يا ليتني رجال بين الرجاجيل. أفضل ما أعلق على الموضوع. كل الاحترام والتقدير لهم أخواني والله يوفقهم إن شاء الله. هذا هو أول رد علني من داليا مبارك على الجدل اللي أثارته على السوشيال ميديا مؤخرا بعد تصريحات متبادلة عن ديو مع عايض يوسف وسلطان المرشد. وكلام داليا كان خلال حفل إطلاق ألبومها الجديد بصمة اللي صار بالرياض. أنا ألبوم بصمة كنت ملهمة بنجد وملهمة بإيقاعاتنا النجدية وإيقاعاتنا السعودية، فكنت حابة يعني أقدم جزء بسيط من يعني جزء كبير من الفن السعودي. وداليا راحت بالموضوع للآخر، فغير أنه الألبوم سعودي اختارت مكان الحفل يكون بيعكس هوية الألبوم، حتى أنها اختارت إطلالة تراثية. الألبوم بيضم 6 أغاني إلى جانب الأغنية الرئيسية بصمة، وهي من كلمات عبد الله أبو راس وألحان ياسر بو علي. الألبوم أنا بالنسبة لي هو بصمة أكيد، وأغنية رائعة. أغنية بصمة هي أول أغنية اخترناها في الألبوم. والأغاني الباقين بالألبوم هم أنت كوني، لو أهمك، لو حبيتني، فيها شي، حسافة، ورجال. لهيك حبينا نسأل داليا من وحي أغاني الألبوم لمين تقول فيها شي لو قلت لي مشتاق. فيها شيء لو قلت لي مشتاق ولا الأحد. أقول لك حاجة أقول لكم شيء. أنا في مرحلة فيها اللي مركزة على بس فني، نجاحي، بناتي، وما عندي أي موضوع يعني فيه عتاب أو حب أو لا غير شيء ما في حياتي. فأنا طيب يا حسافة، يا حسافة هذه أقولها لكل من خاب الظن به. وأغنية رجال، كلمة رجال هي لكل شخص يستحق هالكلمة رجال، وكل رجال في حياتي من أهلي وإخواني وأصدقائي، هذه لهم كلهم. يا ليتني رجال بين